اسم LG نفسه بيتباع. فهطلع في الفيديو ده اقولك لا ما تجيبيش LG، هتقيموا عليا الحد حرفيا، يعني خلاص هتوقدوني، تفتحوا الارض وتحطوني فيها وتقفلوا عليا حاجه. رف يا صلاه، ده هي التلاجة بتاعته برفين 3. انا كمان اشيل رف ليه؟ اقعد انا جوه التلاجة واحط ايدي كده؟ مش فاهماكوا. احط الاكل على ايدي واقعد انا جوه تلاجة ومعاها جهاز تاني خالص. يعني ممكن تجيبي تلاجة وتجيب فريزر بسعر التلاجة الواحده عندهم. الاجهزه يا جماعه زي البطيخه، يا تطلع حمرا يا تطلع قرعه. بس وانا ما عبتش في الشركه نفسها، انا قلت انها التلاجة نفسها ضيقه. ناس تقول لي ضيقه واحنا هنعمل قبل واسع وخدمه ما بعد البيع وحشه. طب ما في شركات تانية خدمه ما بعد البيع حلوه والتلاجة كويسه وواسعه، ليه نضيق على نفسنا؟ معلش، اما انت جايبه التلاجة هتحطي فيها الحاجه، ما انت جايباها ليه؟ اما انت جايباها ضيقه وخلاص مش فارقه معاكي، طب ما اقعدش من غير تلاجة خالص. هاتي ميني بار. جايبه ليه تلاجة كبيره عريضه عشان تحطي فيها؟ ولا تقولي شيلي رف يا صلاه، ده هي التلاجة بتاعته برفين 3. انا كمان اشيل رف ليه؟ اقعد انا جوه التلاجة واحط ايدي كده؟ مش فاهماكوا. احط الاكل على ايدي واقعد انا جوه ليه يا جدعان؟ ليه حاسه بالنفس ده؟ طب ما في تلاجات طويله وواسعه وعميقه وكل حاجه وهتاخد معاكي كل حاجه. ردا على التعليقات اللي جت على الفيديو بتاع التلاجة والغساله والبوتاجاز لما قلت ان شرب بلاش شرب وشرب ضيقه، ناس كتير جدا معلقه لي شرب حلوه جدا وانتي مش عارفه ايه واحسن تلاجات شرب وانتي مش عارفه حاجه وانتي بتهبدي كلام كده كتير، ما علينا من اللي اتقال. طيب انا ما طلعتش قلت لكم ان شرب وحشه، انا قلت ضيقه. هي كشركه العربي شركه ممتازه ومعروفه في السوق. شركه العربي خدمه ما بعد البيع بتاعتها تحفه جميله جدا، بس التلاجة ضيقه. انا ما جبتش حاجه من عندي. انزلوا وافتحوا التلاجات، وقلت لكم في الفيديو من غير هجوم انزلوا اي معرض جنبكم وافتحوا التلاجات وشوفوا الفرق بعينيكم، وبعدين تعالوا كلموني. ناس كتير جدا كاتبه، اقروا التعليقات كده هتلاقوا ناس كتير قايله انها ضيقه، ناس كتير قايله ان هي فعلا عندهم وندموا بعد ما جابوها عشان ضيقه. انا ما بجيبش حاجه من عندي، انا بتكلم من ارض الواقع. انا ولا عامله اعلان لحد ولا انا راجع عليا فايده بحاجه. انا طالعه بنصحكم، قبلتي النصيحه قبلتي، ما قبلتيش خلاص اسكيب الفيديو. سهله وبسيطه يا جدعان. ناس تانية لا ده انا عندي وبقالها كام سنة، وقول ما شاء الله، قول ما شاء الله، عشان لو حد اداك عين فيها هتقعد جنبها تغني ظلموه، لان التلاجات دلوقتي عليت جدا. في تلاجات يا جماعة خدمة ما بعد البيع بتاعتها كويسة جدا، والتلاجة نفسها من جوه كويسة وبتبرد، والمساحات بتاعتها واسعة، التلاجة طويلة، الرفوف طويلة عميقة، كل الحاجات اللي انا قلتها لكم والمزايا بتاعت التلاجة مش هتكلم تاني كتير فيها. ده الكلام اللي حصل عن التلاجة. ناس سابت كل الفيديو وركزت في التلاجة وكلمة شارب خلاص. ناس تانية كتير بقى سألتني طب وايت ويل، طب اجيب ايه الحاجات دي كلها. انا قلت تجيبي ايه في الفيديو، وقلت ان هو واي بوينت، بيكو، بوش لو في امكانيه ماديه، لان بوش عاليه شويتين 3. في ناس سالتني عن LG، فLG برضو عاليه، بس عاليه اوفر بقى بزياده، لانها بتبيع اسم الشركه نفسه، اسم LG نفسه بيتباع. فهطلع في الفيديو ده اقولك لا ما تجيبيش LG، هتقيموا عليا الحد حرفيا، يعني خلاص هتوقدوني، تفتحوا الارض وتحطوني فيها وتقفلوا عليا حاجه. LG انا طالعه بقول لكم LG ما تجيبوهاش برضو. ليه؟ لانها سعرها عالي اوفر، لان هم بيبيعوا اسم الشركه الاول LG، طبعا من الاسامي المعلمه جدا في السوق ومن اكبر الاسامي في السوق، فبتبيع اسمها قبل الحاجه اللي بتبيعها نفسها، فاسمها ده ليه رقم في الاول ماشي. فLG حلوه جدا، في امكانيه ماديه هاتيها يا ستي براحتك، حلوه جدا جدا، بس هي مشكلتها غاليه جدا. انت ممكن بالسعر اللي هتجيبيه بيها تجيبي تلاجة تانية مثلا ومعاها جهاز تاني، مش هقولك تلاجة اكبر شويه، لا تلاجة ومعاها جهاز تاني خالص. يعني ممكن تجيبي تلاجة وتجيب فريزر بسعر التلاجة الواحده عندهم. تمام، يا رب تكون المعلومه وصلت وقدرت اوصل لكم كده اي حاجه في الفيديو ده، وبلاش هجوم من غير ما ننزل ونشوف بعينينا. ولو حد عنده في البيت الحاجه وكويسه ما شاء الله اللهم بارك، الحاجه انا ما قلتش انها وحشه كانها هتبوظ، انا قلت انها ضيقه، ما قلتش وحشه، قلت ضيقه، قلت غاليه، ما قلتش وحشه. ناخد بالنا من الكلام. في حاجه تانية اقول لك دي وحشه ومش نافعه، بس وحشه في ايه؟ خدمه ما بعد البيع.
تلاجة زانوسي مثلا، حد من الشركه نفسه قال لي خدي من عندنا بوتاجازات، خدي من عندنا سخانات، ما تاخديش من عندنا تلاجات. اطلع اقول لكم تلاجة زانوسي وحشه؟ ده الكلام اللي اتقال لي من حد جوه الشركه، بس انا ما طلعتش قلت لكم وحشه. مش هطلع اقول لحد وحشه ليه؟ لان ممكن حد يكون اشترى اصلا، تمام؟ ممكن حد تبقى عنده وهي كويسه، وبعدين ممكن حاجات في الشركات اللي انا اقولها جايز يجي عندك ويبقى وحش. نصيبك. الاجهزه يا جماعه زي البطيخه، يا تطلع حمراء يا تطلع قرعه، بس الجهاز زي البطيخه. انا ال جي نفسها مش في ناس بتقول عليها وحشه، شرب نفسها مش في ناس بتقول عليها وحشه، الجهاز مش حلو، الجهاز باظ عندي، الجهاز مش شغال، كلمت خدمه العملاء طلعت ردها مش كويس عليا. ليه بقى؟ عيب صناعه في واحد، مش الشركه كلها وحشه. ما اقدرش اقول ان الشركه كلها وحشه. في شركات متفوقه في جهاز، في شركات متفوقه في حاجه التسخين، في شركات متفوقه في حاجه التبريد، في ناس يعني فريش. انا عندي فريش حلوه جدا في البوتاجاز، حلوه جدا في الميكرويف، حاجه التسخين جبت من عندهم الديب فريزر حلو جدا ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا. فانا مجربه فريش في كذا حاجه، فلما اطلع اقول فريش وبتكلم عنها بقلب، انا اتعاملت معاهم وكلمت خدمه ما بعد البيع وتواصلت معاها، لاني حصل حاجه في البوتاجاز عندي وبسببي انا الغلط من عندي، فورت ميه بزيت قفلت الفونيه بتاعت البتاع خالص. جم مشكورين جدا، وجم بكل ادب وبكل ذوق، وكانوا مهتمين جدا بان اللي جاي قالوا لي صوروهولي ولابس يكون لبس الشركه ولا لا، وما تتعامليش مع حد خارج الشركه، وتواصلوا معايا كويس جدا. وبعدها اتصلوا اطمنوا على الحاجه اللي حصلت، وجه خد 50 جنيه وغير الفونيات، وقال لي انت لسه في الضمان هغير لك بقيه الفونيات كمان. فناس محترمه، اقدر اقول على خدمه ما بعد البيع بتاعتها كويسه. في ناس جت في التعليقات قالت وحشه. ممكن بقى ايه اللي رد عليكي من خدمه العملاء؟ احنا كلنا بني ادمين، وكلنا فينا كويس وفينا الوحش. في حد موده النهارده كان وحش وقاعد على خدمه العملاء وكلمك باسلوب وحش، يبقى الشركه كلها وحشه؟ اسلوبك انت وانت بتكلميه، طبعا حاجتك بايظه حقك تبقي زعلانه، بس هو مالوش ذنب لما تتصلي وتتكلمي معاه ان هو حد شغال عندك او ان هو السبب في تبويظ الجهاز بتاعك، فاكيد طبعا حقه ان هو يرد عليكي. هما يعني بيبقوا المفروض ان هما يتكلموا بكل ذوق، بس لو حاجه حصلت غصب عنه او حاجه من شخص ما تحاسبيش عليها الشركه. اتكلمي، شوفي، اعملي شكوى، اعملي اي حاجه، لكن ما تقوليش الشركه كلها وحشه، لان ده حد جوه منظومه كامله. تمام؟ اهم حاجه وانت بتشتري الجهاز بتاعك تسالي مره واثنين وثلاثه وتلفي كتير جدا، عشان الجهاز ده من الحاجات المعمره، ودلوقتي سعرها ما بقاش قليل نهائي، فلازم ان انت تلفي مره واثنين وثلاثه وتسالي اكتر من مره، وكذا حد من اللي بيبيع. لان في ناس بتبقى مثلا هي عندها كل اجهزه، بس هي معاها توكيل او نسبتها اعلى مع حد معين، فتفضل ترشح لك مثلا فريش 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 فريش، زانوسي لا، اسمعي من اكتر من حد ولفي من اكتر من حد، وروحي عند الناس اللي عندها حاجات كتير، مش عندها حاجه واحده. مش كل اللي عندها فريش وانت رايحه تقولي لها جيب واي بوينت ولا جيب زانوسي، ولا هتقولك فريش طبعا. فاهماني؟ مش شرط اجهزتك كلها تبقى من شركه واحده. شوفي في كل شركه ايه الحاجات المميزه فيها وتقدري ان انت تجيبيها، زي ممكن تجيبي الثلاجه من شركه، الغساله من شركه، البوتاجاز من شركه. مش شرط. في ناس تقولك لا انا اجيب كله مثلا تبع العربي، اجيب كله تبع زانوسي، لا ده مش صح، لان كل شركه متميزه في حته معينه. وكمان ان انت تشوفي الضمان بتاعك فعال مده قد ايه، وخدمه ما بعد البيع الاهم من كل حاجه واهم من الجهاز نفسه كويسه ولا لا. في شركات معروفه بعينها خدمه ما بعد البيع بتاعتها مش كويسه، بعيدي عنها. في اجهزه في شركات معروفه بعينها ان لا ما تجيبهاش، وفي ناس جايبه الاجهزه دي وما شاء الله قاعده معاها سنين، بس الاكتريه بتقول ايه؟ ما ناخدش القله القليله. تمام؟ ولو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش لايك وشير للفيديو ده وفولو الصفحه بليز، وانشر تحت لاصحابكم في التعليقات. وبس كده، يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده، واستنوني فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه. يلا باي، اللايك والشير.